بعد ما فيديو الفراخ المشوية في الفرن عدى ال4 مليون مشاهدة، وكمان جالي أكتر من 1000 كومنت وكلهم بيسألوا عن طريقة التتبيلة وطريقة التسوية، كمان طريقة الرز البسمتي وازاي ثبتي السيخ في قلب الفرن وازاي بتلف، أسئلة كتيرة جدا. قررت أعملها معاكم لتاني مرة خطوة بخطوة وبأسهل طريقة، وكمان هرد على كل أسئلتكم عملي. بس لو أول مرة بتشوفيني فأنا أم عمر، وفضلا ادعميني باللايك والاشتراك الجميل بقى، وحطي لي فيه 3 حبات من الطماطم وبصلتين يكونوا وسط وحبايتين من الفلفل الرومي الأخضر، وعليهم نص كوبايه من عصير الليمون وكوبايه الا ربع من الزيت النباتي، اي نوع زيت عندي. دي كل الخضروات اللي استخدمتها في الخلطه بتاعه الفراخ. ندخل بقى على اهم سؤال، وهو ايه البهارات اللي استخدمتيها يا ام عمر في التتبيله؟ بصراحه يا جماعه انا ما اقدرش استغنى عن بهارات وتوابل الشرق اللي دايما مشرفاني في كل اكلاتي، نظافه وجوده عاليه جدا وريحه عمري ما شميتها في اي بهارات جربتها قبل كده. باقل كميه بتظبط اكل، ومستحيل احتاج اي نوع بهارات والشرق ما تكونش موفره. عندهم بهارات لحمه وفراخ وشاورما وكمان كفته وشيش طاووق وحواوشي وسمك. بهارات المحشي دي في حته تانية خالص، وكمان الثوم والبصل البودر عندهم ريحتهم قويه جدا، والكركم والبابريكا الوانهم رهيبه بجد، انتوا لازم تجربوها بنفسكم. نرجع لخلطنا الجميل تاني ونحط معلقه كبيره من الفلفل الاسود ومعلقه كبيره من البصل البودر ومعلقتين كبار من البابريكا علشان تظبط اللون وتخلي كده الخلطه محمره، وده اللي كنت بكلمكم عليه من شويه ان لونها رهيب. معلقه كبيره من بهارات الفراخ عشان دي بقى اللي هتعلي التست وتنقله في حته تانية خالص. لونها وريحتها في حته تاني يا جماعه، في حته تاني. معلقتين كبار من الملح وعليهم 4 أو 5 فصوص من الحبهان حصى، ربع معلقه صغيره من جوز الطيب، وطبعا كل الحاجات دي انا جايباها برده من الشرق بس طحناها بايديا. جرب بقى كل الخلطه الجميله ديت مش هقل من 4 أو 5 دقايق، عايزاها تنعم خالص عشان ما يكونش فيها اي تكتلات. ومعايا فرختين، وزن الفرخه الواحده 2 كيلو، طبعا غسلاها كويس ومصفياها وعامله فتحات في الصدر علشان التتبيله تدخل في كل حته. هسيبها في الخلطه مش اقل من ساعتين علشان تتبل كويس، وهشيل شويه من الخلطه وهتعرفوا بعد كده ليه. وزع الخلطه في كل مكان حتى ما بين الفتحات دي، هدخل ما بينها برضو. اركنها بقى على جنب ويلا نرد على اهم سؤال بتاع التسويه والشوايه والسيخ وكل حاجه تخص البوتاجاز. مبدئيا انا بوتاجازي فريش همر، جوه الفرن بتلاقي قطعه كده حديد خارجه منه، بركب فيه الرف اللي خاص بالشوايه، وانتي بتركبيها في تكه كده لازم تسمعيها، لو ما سمعتهاش يبقى هي ما ركبتش كويس، وزي كده مستحيل السيخ يلف. السيخ اللي بركب فيه الفراخ من الطرف المدبب بدخله في الجزء ده، والطرف التاني بيكون اسطواني وليه مكان مخصص، وبكده تكون تمت العمليه بنجاح. بحط صاجه من تحت علشان لما الفراخ تنقط ما تنزلش على الفرن مباشره، وبشغل الشوايه من فوق. وناس كتيره كتبت لي نشغل الفرن من تحت. حبيبه قلبي انت لو شغلتي النار من تحت مع الصوص اللي نازل ده هيعمل دخان جامد قوي، هيبهدلك الشقه، وكمان هيطلع لك الفراخ طعمها فراخ مشويه عاديه. وبالنسبه ليا كم عمر ده اهم جزء في الفيديو، لانك لو ما عرفتيش تثبتي الفراخ كويس في السيخ هتفك منك وهتقع، وهيبقى يوم ما يعلم بيه غير ربنا. اهم حاجه عشان تثبتي الفراخ لازم تضغطي عليها جامد قوي بالسنون دي، مهم ان الفرخه تكون ماسكه في السيخ جامد جدا، لان انتوا عارفين كل ما بتستوي بيقل حجمها شويه فبتقوم واسعه على السيخ. ثبتي السنون بطريقه قويه واقفلي المسامير دي كويس، ولو ما عرفتيش استخدمي المفك عادي مفيش اي حاجه، ونتبلها بقى من بره كده ويلا بينا على الفرن. تاخد قد ايه يا ام عمر في الفرن؟ والنار تكون عاليه ولا واطيه؟ على حسب حجم الفرخه. الفرخه دي كانت وزنها 2 كيلو، خدت معايا ساعتين على نار عاليه، واخر نص ساعه وطيت لها النار خالص. وادي الرز اللي جه عليه اكتر من 200 سؤال، والله العظيم اكتر من 200 سؤال. عملتيه ازاي يا ام عمر وحطيتي ايه؟ حطيت كام فص كده من الحبهان وعليهم ورقتين لوري وعودين من القرفه وعليهم 2 ليمون ناشف، وطبعا كل ده من بهارات الشرق. حطيت طبعا ملح، وحطيت شويه من الخلطه اللي كنت شايلاهم معاكم في اول الفيديو، نزلت عليهم بكل ربع من الرز البسمتي وبس كده. عشان تتاكدي انها استوت اختبريها بسن السكينه، لو طلعت معاكي شوربه يبقى هي كده استوت، لو طلعت معاكي دم يبقى لسه ما استوتش. هتسيبيها نص ساعه وترجعي تختبريها تاني. تعالي بقى شوفي النتيجه بعد ساعتين ونص. الفراخ طريه وجوسي قوي يا جماعه، وتتبيلتها خطيره وريحتها بقى رهيبه، الطعم ينافس افخم المطاعم. تقدري تقدميها مع الرز الابيض المصري او مع الرز البسمتي، قدمي معاها كمان شويه من البطاطس المقليه وشويه طوميه. صدقيني لو جربتيها بالطريقه دي انا واثقه ان النتيجه هتبهرك حتى لو انت اول مره تعمليها. بصولي بقى على الحلويات، الفراخ المستويه المهريه اللي دايبه، علشان الناس اللي بتقولي دي بتطلع نيه. كده اكون رديت على كل اسئلتكم، واسفه لو طولت عليكم، ويا رب الفيديو يكون عجبكم، واستنوني في فيديو جديد.